عدنا من جديد إخواني أخواتي. كيف شاهدتوا كانت هذه بعض التحاليل ديال الإعلام القطري على قنوات بيان سبورتس من بعد نهاية المباراة ديال فريق الهلال وفريق العين الإماراتي. المباراة اللي انتهت 4 أهداف مقابل هدفين. المباراة اللي كان الرجل ديالها بدون منازع بطبيعة الحال هو اللاعب ديال المنتخب الوطني المغربي ومهاجم أسود الأطلس اللاعب سفيان رحيمي المحترف فريق العين الاماراتي، اللي ادى اداء كبير في هذه المباراه هذه، واستطاع انه يسجل ثلاثيه بالاضافه الى اصطياد زوج ضربات الجزاء. وحده فيهم نفذها الزميل ديالو في الفريق واللي تمكن بدوره باش يسجل الهدف الرابع. في انتظار مباراة العودة اللي غتكون في الرياض واللي غنشوفوا ان شاء الله. نتمنى نشوفوا فيها ايضا اللاعب ياسين بونو في الحارس ياسين بونو، ونتمنى ايضا تأهل الفريق اللي غيكون افضل. حنا ما غاديش نميزوا ما بين اللاعبين ديالنا اللي غيكون ان شاء الله في مستوى نتمنوا ان شاء الله حظ موفق. كنشكركم على التفاعلات ديالكم والتعليقات ديالكم. تلقاو في فيديو قادم. السلام عليكم ورحمة الله.